إلهي تقبل مني هذا القليل، يا أبا عبد الله تقبل مني هذا القليل، يا سيدتي ومولاتي زينب تقبلي مني هذا القليل، باسم رب زينب. حيدر يا حسين، حيدر يا حسين، حبه يجري يا حسين وسط نحري يا حسين، وانت تدري يا حسين عيني ما خايف، عيني ما خايف، أنا ما خاف، أنا ما خاف، أنا معروف من طب راسي، أنا ما خاف، أنا ما خاف، أنا معروف من طب راسي، هذا أحسن منك أنا، أنت ما عندك ديانة، أنا أحسن منك أنا، أنت ما عندك ديانة، راح أكبر يا حسين حتى طبر يا حسين. هذول انت تتصور ذول على رسلهم؟ ابدا، لا لا مو على رسلهم بلا كلام. هذا اللي يريد يحول لي الحسين، يحول لي الحسين الى مسخرة مهزلة، يريد يحول لي الحسين فرد قاسم ملبسي ما ادري شنو، مرة هلهل واربع دبن ملبس، ولك نعاج. انتو باي عصر باي تاريخ؟ انتو وين ترقصون على جراحنا، تلعبون على جراحنا؟ احنا وين بيا حال الان؟ شنو هالكلام، شنو هالوضع هذا؟ من وراءكم انتو؟ قلت له والله انا لو اظفر بهؤلاء ادفنهم ببلوعة وهم احياء، ذولا يرقصون على جراحنا. لك شنو هالعالم هاي؟ تعالوا تأدبوا بآداب الحسين، تخلقوا بأخلاق الحسين. شيخنا سمعت قبل فترة محاضرة للشيخ أحمد الوائلي يتكلم فيها عن التطبير، ويقول خاصة التطبير في بلاد الغرب في لندن إنه يعطي صورة سلبية للإسلام، لأن الغربيين إذا رأوا الدماء في الشوارع تسيل يقولون هذا هو إسلام الدم وهذا. وقال الفاظ يعني إن ممكن اللي يطبرون هذيلا جميعا نرميهم في البالوعة على حد قوله. وهم استشكل على التشبيه، إن إذا بعض المؤمنين يركبون على حصان يسوي تشبيه في الإمام زين العابدين أو الإمام الحسين، وهم يسوون تشبيه في الهايد بارك. كم استشكل على هذا الشيء، فما رأيكم في هذا الموضوع؟ يعني أظن أنه من الواضح أنه نحن كشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نأخذ أحكامنا منهم ومن فقهائهم العدول الذين اجتمعت فيهم شرائط الفتية، ولا نأخذ أحكامنا من المتردية والنطيحة، حتى وإن بلغوا من الشهرة ما بلغوا بسبب حناجرهم. مثل هذه التعابير السوقية، أنه نرميهم في البواليع أو شيء من هذا القبيل، دلالة على مدى الضحالة التي يعيشها مثل هذا الشخص. وسبق منا التنبيه أكثر من مرة على أن ليس هنالك بحسب تتبعنا فقيه معتبر، يعني تسلم له الحوزات العلمية بالفقاهة والاجتهاد، حرم التطبير أو أيا من الشعائر الحسينية المتعارفة. ليس هنالك. الموجود فتاوى وأقوال وعبارات أفراد تقمصوا دور المرجعية وادعوا الاجتهاد دون أن تعترف به. ومن هنا يوجد هذا الثالوث الذي أشرت إليه. ما هو؟ الإعلام، المال، السلطة الدينية، والسلطة ماذا؟
السياسية، هذا المثلث أو المربع مولانا سوف يبسط الفكر ويحاول أن يقصي كل من عداه، فإما يصير كافر، إما يصير ضال، إما يصير خارج المذهب، إما يقتل كما قتل محمد الإسرابادي، محمد كذا المحدث شيخ محمد الكذا، ما الآن راح من بالي، عرفت شلون؟ وقطع في الكاظمية، لأن الأصوليين شيخ جعفر كاشف الغطاء وغيرهم مولانا قالوا هذا خطر على المذهب، هذا ده يقدم قراءة تختلف عن القراءة ماذا؟ القراءة الرسمية، فقطع بعد أن أحرق بيته. بعض الفضائيات الشيعية المحسوبة على بعض المرجعيات الرسمية والمعروفة الآن مولانا تكفر وتسقط وتتهم كل مراجع الشيعة الآخرين. إما أن تتفق معي فيما أقول في التطبير، وإما أنت شنو؟ أنت ضد شعائر الحسين وضد الحسين وضد الولاء. يا أخي اجتهاد الفقه ما أوصل أخو شو يسوي عزيز؟ إذن أعزائي، المشكلة التي يعيشها العقل الشيعي سيبقى مأزوما وسيبقى مريضا وسيبقى مصابا بآفات. حيدر يا حسين، حيدر يا حسين، حبه يجري يا حسين وسط نحري يا حسين، وانت تدري يا حسين عيني ما خايف، عيني ما خايف، أنا ما